السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم. اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم واربط على قلوبهم بالصبر والإيمان يا رب العالمين. حبايبي متابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى عيلة. ومن كل قلبي اقول لبنت المملكه ربنا يسعد قلبك ويرضيكي زي ما سعدتيني ورضيتيني. ربنا يوفقك يا قلبي يا رب العالمين. حبايبي متابعين المحترمين، حطوا لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. النهارده هنتكلم عن البث بتاع الخالة حلميه اللي انا نزلت لكم منه جزء، هي وكانت بترد على علا وعلى مين وعلى حنان. الجزء التاني بقى هي وبترد على مين؟ هي وبترد على داهيه والحس وعبد المجيد. هنتكلم بقى في كل حاجة تفاصيلها واحدة واحدة، وهنتكلم برضو نفس النظام برضو لان هنا برضو بتقدم رسالة لعلا علشان هي في البداية. هنبدأ الأول في الموضوع، هنتكلم في البداية. خاصة بتقول لها تعالي يا حاجة داهية، عشان في واحدة خشت هي وداهية فاتحة بس مباشر بتسألها وتقول لها هو ابن نرمين في ملجأ. ردت عليها وقالت لها ايه؟ ان هو كان في ملجأ وانا دفعت له فلوس لسته علشان خاطر ان هو يقعد ويعيش معاها. طبعا هي ردت عليها ست حلمية وقالت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، تشوفيهم في ولادك ان هم يتجوزوا ويطلقوا وان هم اولادهم يروحوا الملجأ. كمان ردت وقالت يا جماعة الخير، لو كان محمد يخش الملجأ ما ينفعش يخش الملجأ اي واحد يخش الملجأ غير اللي ما معهوش اب ولا ام. فعلا حقيقي اللي هو يعني يكفينا الشر يا ربي، ملهوش ملغي الهوية بتاعته، يعني ملهوش لا اب ولا ام، مرمي في الشارع كده وملهوش اي اهل ولا اي حد. ربنا ما يكتب على حد يا رب العالمين ويحفظ اولادنا جميعا. بياخدوه ويحطوه في ملجأ لانه، لكن طول ما في ام وفي اب ما ينفعش يخش ملجأ نهائي. يعني محمد ده استحالة ينفع يخش ملجأ نهائي. فهي كمان بتقول لها انت مش هتبطلي كذب وسواد وغل، انت عمرك كله كذابة وجواكي غل وحقد، هتبطلي امتى الكلام ده؟ وبطلي الكذب اللي انت بتقوليه. لان هي بتقول ان هي عطت لست فلوس علشان خاطر ترضى تخلي الواد، يعني مثلا داهية هتبقى أحن على على الولد اكتر من ست ام ابوه. يعني بيقولك اعز الولد ولد الولد، فهي داهية هتبقى حنة على الواد باللي احنا شايفينه دلوقتي على المنصة واللي بتعمله في اخواتها. هي هتبقى احن على محمد من ست ام ابوه. يعني مش عارفه مين نصدقها ازاي دي او نقتنع بيها ازاي دي، انا مش عارفه، بس يعني يلا خلينا نصدق المعلومه اللي هي اصلا على طول هي كل شويه تطلع تفضل تكذب وتحور وتعمل حوارات كتيره قوي قوي وعاوزه الناس كلها تصدقها. وما اعرفش المتابعين بصراحه المغيبين اللي وراها بيصدقوها ازاي، برغم ان بعد كده بيطلع كذبها ويظهر وبرضه نفس النظام بيفضلوا قاعدين عاملين زي يعني مش عارفه اقول ايه، بجد مغيبين غير اللي هو بيخشوا بيكتبوا كلام في التعليقات وبيقولوا كلام يعني لا يدخل له العقل. فالمهم هقول لهم الله يهديكم على حالكم. بكره وبعد الله هتنفعكم داهيه ولا هينفعكم اللي بتعملوه ده اساسا، ولا سب الاعراض اللي انتوا بتعملوه زيها وبتشتموا زي ما هي بتشتم، عمرها ما هتنفعكم. خليها بقى لما تقفوا قدام ربنا هي اللي تنفعكم. كمان ردت عليها كمان وقالت لها انتي خلاص بقى، انتي شخصية غلوية وانتي كراهية وانتي اساسا فيكي ده مش هتبطليه ومش هتبطلي الكذب والحوارات بتاعتك والكلام ده. كمان ردت على علا لما بتقول اللي سحر ان احنا زي واحدة كبرت قناتها على واحدة. قالت لها لا، انا ما كبرتش قناتي على حد، ده انا يوم ما عملت القناة وطيرتها مشيت القناة، رحت عملت قناة تانية، راحت قالت لها روحي انا ماليش دعوة بيكي. ده هي داهية، دي حقيقة داهية قالت لها روحي انا ماليش دعوة بيكي وما يخصنيش بيكي وما تجيبيش اسمي في القناة ولا هرفع لك في لايفات على المنتدى عندي ولا يخصني باي حاجه تخصك. وهو فعلا قالت لها انا اللي كبرت خالتك مش هي اللي كبرتني. الفيديو اللي انا كنت اصوره معاه كان يجيب لها بالمليون وبالمليون وشويه، لكن الفيديو اللي ما كنتش ابقى انا موجوده معاه كانت المشاهدات بتاعته كانت بتبقى واقعه. عشان كده خالتك كانت تلف عليا وكانت تيجي تصورني، يعني انا اللي كبرت خالتك مش هي اللي كبرتني. يعني ست حلميه بتوجه رساله
لعلا اللي طلعنا في المقدر جديد. يعني هي ما هتاخد الاوردر على ما اعتقد، وما بتقدرش تسم ولا تبم مع داهية، فهي عطيها الايام دي على مين؟ على الست حلمية. كل شوية تفتح بث مباشر وتدي فيهم وتشتم فيهم، وقلة أدب بصراحة، في منتهى قلة الأدب. مفيش حاجة اسمها احترام عندهم، مفيش حاجة اسمها دي خالتك، ولا فيش حاجة اسمها الكلام ده. المهم قالت لها فانت قبل ما تتكلمي، قالت لها كمان وانا اللي رفعت لخالتك عندي منتدى، مش هي اللي رفعت لي منتدى. يعني كمان انا اللي رفعت لخالتك منتدى عندي، مش هي اللي رفعت لي منتدى. يعني انا الحاجه، انا اللي خيري عليها، مش هي اللي خيرها عليها. زي ما هي بتطلع وتقول ده انا اللي عملتهم والاسم بتاعي انا، وانا اللي كبرتهم، وانا مش هننكر ان الست حلميه لما ظهرت مع داهية في الفيديوهات بتاعتها، والناس عرفتها من داهية. لكن داهية ما عملت لهاش القناة، ولا داهية ما اشتغلتش معاها، ما خدتش فيديوهات من داهية وراحت حطتها في قناتها. وكمان داهية وقتها قالت لها ان انا مش هرفع لك منتديات، وماليش دعوه، ما تذكرنيش ولا تحطيش اسمي في عنوان عندك، ولا تحطي اي حاجه تخصني عندك. والست وقتها قبلت وقالت لها خلاص ما فيش مشكله. فقالت لها ده الحب ده بتاع ربنا، ومتابعيني بيحبوني، فربنا يعني ربنا بيحبني فحبب فيا المتابعين، والحمد لله قناتي كبرت، والحمد لله قناتي اتشافت، والحمد لله. انا اللي خالتك مستنياني اقول لها تعالي وهي هتجيني جري. يعني انا لو قلت لها تعالي انا اللي هجيني جري، وانا لو رحت صورت معاها انا اللي هرفع قناة خالتك، مش هي اللي هترفعني. فيا علا قبل ما تتكلمي افهمي الكلام اللي انت بتقوليه الاول، وبعد كده بقي تعالي اتكلمي، بلاش منه الكلام الملهوش لازمه. والله يا ست حلمية انت بتديهم درس في الاخلاق، بس اللي يفهم ويتقن الكلام بتاعك قسما بالله. فعلا العلم مش بالكراس، العلم في الراس حقيقي. يعني ما نقولش ده متعلم ولا ده جاهل، لا، الست حلمية بتضرب ولا تبالي، بتدي لهم درس كل مرة ومن المرات تدوهم درس. والله لو يستوعبوا الدروس اللي هي بتدوها لهم ليدرسوها، يقعدوا كده ويدرسوها. يعني بجد، يعني سيبك من حنان اللي هي الست الكبيرة اللي المفروض تبقى محترمة وكبيرة وتقول لي بنتها عيب اللي انت بتعمليه ده غلط وما يصحش، ولا مرات ابنها اللي مش فاهمة جوزها اساسا فين في الليلة دي. يعني معرفش شكلهم كده، هم عندهم الرجالة على طول منقلبة عليهم الستات. يعني بحس ان هم الرجالة والرجالة هم الستات. يعني كمان قالت تعالى يا عبد المجيد، انا مش انا ليه هفتح عليك بس مباشر؟ انت عطتني معلومة يعني بتنصحني، فانا هرد عليك. بس انا قبل ما اقولك ان الفيزا اللي مع طارق، الفيزا دي بتاعته هو مش بتاعتي. الفيزا اللي معاه هو بتاعته. رد طارق قال امي معاها فيزا وانا معايا فيزا. وقالت له في نفس الوقت اوعى ابني، انا بعرف كل خطويه اللي بيخطيها، ما بيروحش مكان غير لما بعرفه هو رايح فين وجاي منين. وهو لما كان خارج وراح رأس البر، انا عارفه ان هو كان خارج مع اصحابه وكان رايح مع اصحابه، ده شاب لازم يغير جو ويمشي. وبعدين انا بدل طارق 2000 جنيه في الشهر، سجايره وطلباته اللي هو بيجيبها والحاجات اللي هو بيستخدمها، انا بدله 2000 جنيه في الشهر. فانا عارفة ابني بيصرف ايه، ولما بيجي ياخد حاجة زيادة عشان يجيب هدوم ولا يجيب حاجة برضو انا ببقى عارفاها. وكمان القناة دي قناة طارق، هو اللي بيتعب عليها، انا دي يعتبر بساعده مش اكتر. يعني انا بساعده، لكن هي القناة دي قناة طارق فانا بساعده، لان هفتح عليك بصوص ولا حاجة. وكله وانت عارف ان الناس كلها بتتعب وتشقى، والعيال شباب ولازم تصرف ولازم تتحرك. لكن هو وبتقول لي ان العربية هو عاملها كشك سجاير. يعني من الاخر عاوزة تقول لي ان العربية عاملها غرزة وبيشربوا فيها حشيش وبيشربوا فيها الكلام اللي انت بتقوله فيه ده. ما علينا، خلي بالك من اولادك. وهو طارق عارف نفسه وانا عارفه، وهو ده تربية الدسوقي وتربية حلمية. فانا عارفه ما بمشيش خطوه طارق غير لما بقول العربيه دي احنا جايبينها مش عشان نمشي بيها ولا نتزين بيها ولا الكلام ده. احنا جايبين العربيه دي علشان ناكل بيها لقمه عيش. ناكل بيها ايه؟ لقمه عيش، مش علشان خاطر نتفسح بيها ولا نخرج بيها. هو بيشتغل كمان بيها، يعني عاملها اوبر يا جماعه. يعني عندنا هنا عشان الجماعه اللي هم اللي خارج مصر، في ابلكيشن كده
بتخلي العربية دي تبع الابليكيشن وبتجيلك اوردرات وبتطلع بيها وبيبقى لك راتب شهري كل شهر بيخش لك. فهي قالت لك ان احنا عاملينها للشغل، ان هي مش جايبينها للمنظره، جايبينها للشغل. يعني هي كانت بترد على مين؟ على عبد المجيد. رد كمان طارق وقتها وقال له روح شم العربيه بتاعتك انت وشم الفرش بتاعها الاول وشوف مين اللي بيحشش ومين اللي بيشرب ومين اللي بيعمل، قبل ما تيجي تنصحني شوف اولادك الاول بيعملوا ايه. فتلك كل الحالات انا شايفه انه طبعا اكيد لازم الراجل هو اللي ما يبقى معاه فيزا كارت. يعني راجل معلش ازاي ما يبقاش معاه الفيزا؟ افرض اي ظرف من الظروف، مثلا هو ماشي في الطريق حصلت معاه اي ظرف في الظروف، يعني معايا الفيزا اسحب منها فلوس واجيب، لكن ما معيش الفيزا خلاص يبقى ليه؟ ايه اللي يخليني احط في نفسي وانا معايا فيزا ممكن امشي بيها؟ احنا عندنا دلوقتي كمان بيجت اغلبيه كل حاجه دلوقتي بتتعامل بيها بالفيزا كارت. يعني دلوقتي فين حاجه فين يعني انك انت ممكن تشتري حاجه من غير الفيزا؟ لكن في دلوقتي في كل الاماكن بتمشي بفيزا، بتشتري ملابس، بتشتري اكل، بتشتري شرب، كل حاجه في سوبر ماركت، في اي حاجه بتخش بالفيزا بتاعتك وتشتري عادي جدا. فايه المشكله لما هو يمشي وماسك فيزا معاه؟ طب ما اولادك انت بيمشوا ومعاهم كتل من الفلوس ويحطوها، وكذا حد طلع قبل كده وقال ان هم اولادك بيبقوا قاعدين على الكافيتيريا ويطلبوا اكل ديريفري عفوا ديريفري، ويجي لهم لحد عندهم الدليفري ويطلعوا بكمية الفلوس الكتيرة من تينات وكمان ده. وده ماشي على الأقل ده بيشتغل وبيتعب، لكن أولادك بيشتغلوا وبيتعبوا. فكمان يعني لما تيجي تبقشش بقشش من جيبك، ما تبقشش من جيوب الناس يعني. كمان ردت كمان عليه وقالت وجهت رسالة للحس اللي هو اساسا، يعني لو احنا جينا قارنا، عشان في واحدة متابعة بتقولي ايه، ان هي اساسا اولادها محترمين ومتربيين غصب عنك، اساسا متربيين ومحترمين، انت ذات نفسك ما تعرفيش تربي زي تربيتهم. والله اوصل لك معلومة، طب والله انا عندي اولادي الحمد لله، لله الحمد، اللهم دمها عليا يا ربي، ما في عيل فيهم يقدر يرفع عينه في عمته ولا خالته، ولا يقدر يقول كلمة حتى لو مسكته بهدلته كده ومسخرت بيه الارض، ما يقدر يرفع عينه لا في خالته ولا في عمته. دي هي التربية، مش ان انا اطلع اشتم خالتي وهزقها واقل منها واغلط فيها. وشفنا البث المباشر اللي طلع وفتح على لبنى، وكمان تلقيح الكلام على لبنى وعلى حلمية وعلى حمادة وعلى الناس دي في البث المباشر اللي عرفه. فمعلش كلميني فين التربية؟ لو انت مثلا اولادك متربيين نفس التربية فانت شايفة ان هم تربيتهم كويسة، فدي حاجة كويسة بالنسبة لك. لكن بالنسبة انك انت تتكلمي يتقطع لسانك. انا عندي ولادي الحمد لله، الحمد لله، لله الحمد يا رب، اني صدقوني العيل فيهم لو عمته ولا خالته مسكته مسحت بيه الارض كده ما بيرفع عينه فيه غير يقول لها حاضر نعم يا عمته والموضوع خلص، او خالته او اي حد من قرايب اساسا يعني. فهي دي التربيه، ان العيل ما ينفعش يقل ادبه على اللي اكبر منه، حتى لو اللي اكبر منه قال لي ادبه عليه، طول ما هو في بينهم وبين بعض سن، ودي عمته ودي خالته والكلام ده. طيب نرجع بقى. راحت قالت له تعالى كده، وراحت ماسكه ايديها ورفعها وراحت قايله له انت قد كده، انت قد كده، انت وامك قد كده. فانت تقول لي ان هي انضف منكم وان هي تاج على راسكم، الكلام تاج على راسك انت، وانضف منك انت، وانضف من عيله ابوك انت، ماشي. لكن انك انت تتكلم وتقول اني انا انضف مني، هي انضف مني ولا انضف من غيري، تروح ارجع لنفسك وفوق كده. وكمان قالت له على الاقل احنا بنصرف من جيبنا ونجيب حاجات بتاعتنا، ما بنصرفش من جيوب الناس، وما بتجيناش حاجات من الداعمين، واللبس اللي احنا لابسينه ما يبقى من الداعمين، والمكان اللي احنا نايمين فيه من الداعمين، وكل التعديلات اللي ما تبقى في البيت بتاعته ما يبقى من الداعمين. على الاقل احنا بنشتغل وبنتعب وبنشقى وبنجيبها من جيبنا وبنصرف من جيبنا، مش ما بنصرفش من جيوب الناس. كمان وقالت له هي ان هي تبقى تاج على راسك انت، وتبقى تاج على راس ابوك، وتبقى راس تاج على، لكن تتكلم تقعد مقلوب وتتكلم عدل يا حسام، واخر مره واول مره تطلع وتقول الكلام ده تاني، ولا تقول هي اللي مشرفاكم، ولا اسمي ده هي هو اللي
موصلكم ولا تفتخروا ان هي ديك ان هي اسمك جنب اسمها والكلام ده. قالت له الكلام ده اللي عليك انت وعلى ابوك وعلى عيلة ابوك، لكن علينا احنا لا. لو كنت نسيت ارجع لورا كده، ها، وشوف النظافة دي على نفسها، ونظيفة على نفسها مش علينا، يعني هي نظيفة على نفسها مش علينا. ارجع لورا كده وشوف الفيديوهات، او لو كنتوا صورتوا فيديوهات في شقتكم القديمة زمان كنت هتبانوا على حقيقتكم، وكان هيبان النظافة بتاعتكم، وكان هتبان كل حاجة. فما تنساش نفسك، وروح ارجع لورا الاول، وبعد كده ابقى تعالى اتكلم واتمعظم. ولما تتمعظم اتمعظم من جيبك مش من جيوب الناس ومش من الداعمين بتاعت الناس. وكان قالت لو كل واحد فينا باين مشاهداته عاملة ازاي. احنا يا ناس على قد ظروفنا، وشقة طارق على قد ايدينا، والبيت عايشين في بيت عيلة والحمد لله مستورة، والحمد لله رب العالمين، ربنا يدوم علينا الستر والرضا. وكمان قالت له ان احنا راضيين باللي احنا ربنا اعطاه لنا، ودي اخر مرة واول مرة تطلع وتتكلم يا حسام وتقول الكلام ده تاني وتوجهه لنا احنا، وجهه لنفسك بس. وراحت موجهة رسالة ليها وقالت لها يا انت يا داهية يلي واكلة ناسك، يلي ملكيش احترام وملكيش ادب، وانت مش محترم ومش متأدبة. فين حق امك اللي شخيرة وجوزها طلعوا بهدلوا امك ومسحوا بيها الارض وشتموها وما خلولاش ولا كلمة؟ دلوقتي ما طلعتيش تقولي هي فين امك وفين حق امك والكلام ده كمان. وقالت لها انتي طالعه بتغلطي برضو في الراجل. مش عارفه ليه الحاج الدسوقي تحس ان هما تعبهم كلهم في العيله، ما فهمش ليه، برغم ان الراجل طيب، يعني هما ما بيعملهمش حاجه. راجل طيب وعلى راجل على نياته، يعني هم اصلا ما بيعملهمش حاجه. فتطلع داهيه تشتم فيه شويه، وتطلع علا تشتم فيه شويه، وكمان شربات تطلع تشتم فيه شويه. قالت لها انت طلعتي تشتمي في الراجل، وداهيه وشربات طالعه تشتم فيه، وكمان علا طالعه تشتم فيه. هو ده مين فينا بيغلط في رجالتكم، ولا مين فينا بيغلط في ابهاتكم، ولا مين فينا بيغلط في امهاتكم؟ فانتوا طالعين تشتموا في الراجل وتغلطوا فيه. انتوا اساسا قلة الادب، مش متربيين وما تعرفوش اي حاجه عن التربيه. والراجل ده ما عمل لكمش حاجه، ده راجل شقيان. ده انا بقول له اقعد، ده انا يوتيوبر كبيره دلوقتي وقناتي بتجيب دخل يعني. قال لها لا، انا ماليش دعوه بيكي، ولا يوتيوبر ولا مش يوتيوبر. انا بشتغل، انا ما اقدرش اقعد في البيت، انا اموت لو قعدت في البيت. ما اقدرش اقعد في البيت، لان لازم اقعد اشتغل لحد ما تلاقوني ميت في شغلي ولا في بيتي. طبعا الراجل حابب يعني لحد ما زي ما بقولك يا رب موتنا وتراب الطريق على رجلينا. ففعلا الراجل الدسوقي ده راجل محترم، راجل ذوق، مش زيك اللي هو قاعد جنب منك ومقعده 3 خرفان جنب منك برضو نفس النظام، وبتخلي الستات هم اللي تصرف عليهم، الداعمين هم اللي بيصرفوا عليهم. فالدعم ده مش دايم، يعني في اي وقت يا داهية ممكن تلاقي الدعم ده مش موجود. يا ترى عيالك دول انت هتصرفي عليهم ازاي بكره وبعد لما محمد ده يفتح بيته ويبقى معاه مسؤولية وبيت ومصاريف؟ انت بقى هتصرفي عليه ازاي؟ مش المفروض انك انت تحمليه مسؤولية وتحمليه ان هو يطلع يشتغل ويشقى عشان بكره وبعد يبقى معاه مدام وبيبي وحاجات زي كده؟ الداعم ده مش هيبقى على طول ثابت معاكي، يعني لما الناس بتمر عليكي وبتمشي حاجة يكون انت في حاجة غير الدعم انت عارفاه ان هو الموضوع ده هيفضل مستمر معاكي على طول. فالموضوع ده انت مش فارق معاكي. وفي حاجة ان بجد في الليلة دي كلها في ان الواد ذات نفسه بيقولك ان ده بيقولوا عليا انا بجيبوا الهدوم اللي انا بلبسها ده من فلوس الداعمين. انتوا اعملوا زي ما احنا بنعمل للداعمين، واكبروا زي ما احنا بنكبر للداعمين، وانتوا ويخلي يبقى عندكم داعم يصرف عليكم ويجيب لكم اللي انتوا عاوزينه. يعني يعني في الليله دي يعني الفلوس دي نرجع ونقول من اين لك هذا؟ والدعم اللي بيجي لك كله ده من اين لك هذا؟ يعني حياتك كلها متشقلبه كلها فوقها تحتها، من اين لك هذا؟ حقيقي يعني اختها ايه بتقولك ارجعوا ليها لورا لما كانت في بيت العيله في الشقه بتاعتها، وكنت شوفوا حياتها كانت عامله ازاي وظروفها. المهم راحت مقدمه رساله لداهيه وقالت لها ايه؟ قالت لها يا داهيه لو طارق حصلت له حاجه ولا شكته شوكه، والله يا داهيه لمس لاجيب جاز وولع فيكي انتي. لو طارق حصلت له حاجه ولا حصلت لابني حاجه لاجيب جاز وولع فيكي انتي. بصوا يا جماعه، ان احنا خلينا معترفين ان الست حلميه
بجد هي مهما بيحصل بينها ما بين داهية، بس هي بتخاف على عيال داهية قوي، بتخاف عليهم جدا، وبتخاف على محمد ده قوي، وبتخاف لان هو محمد ده اساسا راضع منها، هو يعتبر ابنها فراضع منها. بس هما يعني بتحس ان هما ما تربتش فيهم، يعني ما تمرتش فيهم التربية من كتر الوسويس بتاع امهم في ودانهم، ومعيشاهم دور اللي هي المظلومة، وان الناس دي جت عليها، وان الناس دي هي اللي خدت تعبها، وان الناس دي هي اللي خدت شقاها. برغم انه والله قلتها الكلمه دي امبارح في اللايف، لو حطوا ايديهم في ايدين بعض، يعني لو حطت ايديها في ايدين اختها واخواتها كلهم عامه، يعني كانوا بيجيوا عيلة داوود فعلا على المنصه، كانوا اكتسحوا كل القنوات اللي على المنصه، وكانت قنواتهم دلوقتي بقت من القنوات المليونيه، من القنوات الكبيره، من القنوات المحترمه، كانت فعلا حقيقي كانت ناس كانوا بيجوا دلوقتي 10 على 10، لكن هم بياكلوا في قلب بعض. انا ما اعرفش بصراحة، فعلا حقيقي انا ما اعرفش. فتلك كل الحالات هنختلف مع بعض او هنجمع مع بعض. الست حلمية ما بتحبش تضر عيال داهية، لان لو كانت حابة تضر عيال داهية لما راحوا وتهجموا عليها في بيتها كان عملت لهم محضر، كانوا اتمسكوا واتظبطوا ظبطة تمام، هم وابوهم كانوا فعلا حقيقي، كانت اتعلمت عليهم، علمت عليهم، وكانوا عمرهم في حياتهم ما قدروا. ده هي اللي ما تطلع تقعد وتجعر دي كان عمرها في حياتها ما طلعت ولا جعرت ولا فتحت بقها. بس هي فعلا حرفيا هي بتخاف على العيال دي، وهي ما عندهاش استعداد وما عندهاش من جواها اذى، برغم ان هم بيؤذوها بالكلام، بتأذيها في بنتها، وبتأذيها في ابنها، وبتأذيها في جوزها. حتى الراجل الطيب ده ما رحمنهوش، ما بطلنش فيه شتيمه وغلط فيهم، برغم ان انا ما بشوفش حد بيوجه رساله لحد ولا بيتكلم اساسا خالص نهائي في الكلام، في اي كلام يخص داهية والكلام ده، يعني ما بيشتركش معاهم في الليلة اساسا يعني. فبجد هقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. حبايبي ومتابعين المحترمين، لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. يا احلى اخوات واحلى عيلة، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، والله انا بحبكم جدا جدا جدا، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش تعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.